السلام عليكم خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين. في فيديو تاع اليوم جيت نطلع عليكم بواحد الفيديو شباب خفيف ظريف على قلوبكم، وجيت نشارككم وصفه ولا كوجبه فطور. راكم عارفين راه الحمان وراه جاي الصيف راه على الابواب. اي نبغي حاجه هكا خفيفه اللي ما تديلكش الوقت واللي تجهزيها بالخف، يعني ما تقعديش في المطبخ تاعك واقفه والحمان وكاع. ايا جيت اليوم نشارك حبيبتي ولا اختي ولا حتى الميمه، جيت نشاركك بوصفه تاع سردينه في الكوشه مشويه بالخضر بواحد الطريقه سهله. والبنه شوفي ما نحكي لكش على ديك البنه تاع السردين. ايا ما عليك نقول لك ديري لي جميمه وتفضلي معايا للمطبخ نجهزوا السردينه تاعنا تاع اليوم. بسم الله نروحوا لطريقتنا. هنا عندي كميه تاع السردينه كما راكم تشوفوا، جابها لي اليوم صغيره يعني من الحجم الصغير. ايا قلت انا شي قدني نقلي السردينه تاعي بالحبه مع جاب لي كيلو. ايا قلت ما يسلكني غير الكوشه، يعني موالف نحضر الطريقه دي تاع السردين في الكوشه. اليوم قلت نشارك ميماتي ولا خياتي الوصفه تاع السردينه، والطريقه تاعها تجي بنينه بنينه بزاف. فقط غير تبعي الخطوات والطريقه اللي حنجهز بها. انا دائما نجهزها بهذه الطريقه. بسم الله. هنا عندي كميه تاع السردينه، عندي جوج حبات تاع بصل وحبه طماطيش وجعبوط وحبه ليم وشويه تاع فلفله، يعني اختياري لا تبغيها ديريها. انا نموت على حاجه سموها فلفله ستو كي تنشويها في الكوشه، نموت عليها. اي هنا قطعت هذاك البصل تاعي، دهنت البلا بشويه تاع الزيت، قطعت البصل درته دوائر كما شفتي رقيقه. رقي الدوائر تاعك تاع البصل باه يطيب لك في الكوشه. وستفت هذيك السردينه تاعي بعد ما كنت نقيتها مليح وشللتها نشفت، نستفها على هذاك البصل. يعني هنا قادره ديريه في البلا ديريكت بلا ما تفرشي ورق الطهي، ولكن انا دائما نفضل ندير ورق الطهي يعني صحي والماكله تاعك تقعد لك بنينه. ايا كي ستفت هذاك البصل تاعي درت السردينه وزدت عليها دوائر هذيك تاع الطماطيش كما كتشوفوا. الحبه تاعنا تاع طماطيش كبيره غير حبه، اي عمرت لي البلا ما شاء الله. درت ثاني هذيك الحبه تاع فلفله ثاني قطعتها غير مدوره كما هكا ثاني درتها. والحبه تاع اللي مدوره شفتوا شحال ساهل البلا تاعنا، خير من اللي دير تقلي وترمدي بديك الفارينه والزيت وتقلي وتعاودي ديريها في بلا ضربه واحده. ديري لها شويه تاع بصل وشويه طماطيش وحبه تاع ليم الا كانت عندك، يعني الخضر اختياريه. الا كانت عندك واحد جعبوط ولا زوج لا يبغوا وليداتك ولا. وديري شويه تاع ملح كما شفتيني درت. ودرت شويه تاع حرور، شويه زنجبيل، شويه فلفله الحمراء، وما ننساوش الكمون. راكم عارفين الكمون هو تاع الحوت كما يقول لك هو راس القبيله. ايا رشيت عليها شويه تاع كمون وزدت شويه تاع زيت هكا من الفوقه بهذيك الخضره تاعنا تجينا بنينه. هي وتكوني مسخنه الفرن تاعك، شوفي تكوني شاعله من تحت ومن الفوق، غير دخليها شوفي مامبا حاجه تاع 5 دقائق السردينه تاعك تكون طايبه. عارفين الحوت ما يديش الطياب، فقط غير تدبل لنا هذيك الخضره وتعطيك واحد البنه كي هذيك الخضر تاع هذاك الماء تاعها يهود لك على السردينه مع البصل وكاع، تعطيك واحد البنه واحد الصوص ما نحكي لكش. هنا ندخلها الفرن، درت هذاك الجعبوط الحار ايا وندخلها الكوشه ورايحين تشوفوها معايا كي طيب. كيما قلت لكم طابق خفيف ظريف صيفي كيما يقول لكم على بالي كامل. ستو حنا هنا عندنا في الغرب نموتوا على السردينه، سمونا حبه سردينه. هي هذه هي كي خرجتها من الكوشه شوفوا راهي تبقبق. الله الله هذه في الحوش نصور لكم كي خرجتها. قلت نصور لحباباتي اللي شهيتك، نقول لك شهيتك في الجنه حبيبتي. ايا شوفوا السردينه تاعنا كي طابت، شوفوا بالخف حاجه قلت لك مامبا 5 دقائق تكون طايبه البلاط تاعك تاع السردينه. احسن من تقليها ديريها هكا في الكوشه والله صدقيني تخرج كما يقول لك طيبيها دفعه واحده. دائما حنا نبغوا الحاجه السهله والبسيطه على حساب يعني العائلات البسطاء اللي يبغوا هذه الوصفات السهله والاقتصاديه. كما شفتوا راهي طابت السردينه تاعنا روعه. وديك الخضره دبالت لي ستو ديك الخضره الفلفله كي طيب في الكوشه مع ديك الطماطيش والبصل يدبال واحد البنه. شوفي تغمسي فيهم خاصه المحبين الخضر كيما هكا روعه. ننصحك تجربي هذه الوصفه. نقول لك اليوم شري ديك السردينه صرتيها مع الثمن تاعها هادو اليامات راه رخيص ماشي راه غالي، يعني راهي في متناول الجميع. كانت واحد الوقت شكون اللي يلحق على السردينه، كانت السردينه تاع قلاليل تا ولات السردينه تاع الملياردير يا اختي. اي عاودت ولات شويه طاحت قد ما تشريها وتجهزيها للفطار لوليداتك ولا للعشاء، يعني وجبه صحيه بنينه بنينه بزاف.
ان شاء الله تجربيها وتعجبك. شوفوا السردينه هنا بغيت نوري لكم. شوفوا السردينه تاعي غير صغيره بصح قلت والله ما نبخل على حباباتي. شوفوا دوك السردينه تاعنا طيب حتى لو درتيها كبيره راح تطيب لك من الداخل روعه، ما تخافيش منها خلاص وتجيك بنينه بزاف. ما عليك نقول لك جيم ميمتي ما تنسينيش وشاركي الوصفه مع الاحباب والاصدقاء، ونقول لك ديري اشتراك لما كنتيش مشتركه وفعل زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. ونقول لك مع السلامه حبيبتي، الى فيديو اخر ممتع اخر ان شاء الله. مع السلامه.